مستر مانويل جوزيه. انت لازم تخاف تقول لحظه، مانويل جوزيه بامكانياته الكبيره والعبقريه اللي موجوده، ووصل كاس عالم 3 مرات، كاس العالم للانديه. لعبته مرتين وانا موجود في نادي، مش نادي الزمالك، كسبت 2-0 و3-1 وكوره عالميه مش بخطف الماتش كده. فاصبح ان انت ما عندكش ايه الفرق، انت ماسك نادي صغير اقل فنيا او اسما من نادي الزمالك وبتكسب. لما انا عايز حضرتك ترد على النقط دي عشان الناس توضح بشكل قوي يعني. انت المدربين كلها النهارده، انت الموسم اللي هو اتلغى ده كان في صالح نادي الزمالك على فكره. في صالح نادي الزمالك الموسم اللي فات اتلغى ده في صالح نادي الزمالك. نادي الزمالك كان في المركز الثالث او الرابع. ولما المصري كسب ال3 ماتشات عداه كان هيبقى مركز ثالث. طيب انت من اول الدوري وانت متصدر البطوله ومش جايب ب 13 لعيب ب 85 مليون. واقل لعيبه. طب لما انت جبت 85 مليون لعيبه، عايز اقول لك حاجه، حسين ياسر وحازم، ودي شهاده لازم تقولها واستاذ ممدوح لازم يقولها. لما جينا نكلمكم على حسين ياسر بامانه الله، قلت لك انا عايز اجيب حسين ياسر، قلت لي حسين ياسر انت متاكد انه هيبقى لعيب كويس؟ استاذ ممدوح قال لي ايه؟ انت ايه متاكد منك ايدك مليانه ان هو لعيب كويس ولا ما كانش حد لسه شافه في النادي الاهلي. قلت لك على مسؤوليتي وانا متحمل كل مسؤوليه يا حازم، وتعالى اقعد معاه. فاكر؟ اتحملنا مسؤوليه حسين ياسر وانتم ما كنتوش مقتنعين بيه، مش متاكدين ان هو كويس. قدمنا حسين ياسر لنادي الزمالك قيمه كبيره فنيه، بقى اسم كبير لنفسه ولنادي الزمالك. ومشي في الاخر. تمام؟ لا، ميدو رجع لمستواه في الفتره اللي لعب معانا ورجع راح انجلترا تاني. طيب انا عايز بمناسبه النجوم عشان برضه عندي شيكابالا. معلش طيب شيكابالا. اتفضل. شيكابالا حازم كان قبل ما نمسك كان من الناحيه الفنيه والنفسيه بتهاجمه بشكل كبير. الجماهير الزمالك بتهاجمه صح. عمره ما كانش نجم مصر الاول في الكوره، ما كانش اساسي في منتخب مصر، ما كانش ليه قيمه الماديه، ما كانش لسه وصلت. حتى بالنسبه لجمهور الزمالك ما كانش هو نمبر 1 يعني. ربنا جعلنا سبب بعد ربنا وجمهور الزمالك طبعا الاداره والجهاز، لما مسكنا الجهاز كله وصلنا للحاله الفنيه. بقى شيكابالا احسن لاعب في مصر. شيكابالا اساسي في منتخب مصر. شيكابالا القيمه بتاعته اللي هو راح بيها الوصل النادي الاماراتي هناك، دي من نتيجه الشغل اللي اتعمل في الموسم ونص معانا. لا واكتر حاجه كابتن حب الجماهير للزمالك دلوقتي لشيكابالا بالشكل ده. السنه ونص اللي لعب اللي هي الدوري ده، قيمه شيكابالا بالنسبه لجمهور الزمالك لا توصف. كل الكلام ده ليه؟ ازاي وصل للمرحله دي؟ ازاي؟ شغل كتير، تعبنا. الناس تقول لك بروح، لا بقى بيلعب، بقى ليه. انت نفسك يا حازم انت لعبت كوره كتير، بقى ليه شكل وليه مكان. نادي الزمالك في فتره من الفترات في سنه الموسم ونص اللي اشتغلنا، انا بقول لك احنا فاكر في 2004 يا حازم ال4 سنين اللي خدنا فيهم بطولات مع نادي الزمالك وانت كنت موجود معانا. نادي الزمالك عمره ما لعب بالشكل الفني اللي اتلعب في الموسم ونص اللي احنا اشتغلنا فيه. انا بقولها لك من الناحيه الفنيه، الموسم ونص اللي اشتغلنا فيه بقى نادي الزمالك ليه خطوط عريضه، بقى فيه حسين ياسر وفيه شيكابالا، فيه حدود، حسن مصطفى بيطلع يجيب جول. بس احنا فرقتنا كانت حلوه برضه، احنا تمام. كان عندنا برضه تكتيكيا احنا كنا بنكسب يعني القدرات الفنيه في الفتره بتاعتنا. لكن اللعيبه دي ان انت تلاقي واحد زي لعيبه صغيره وما عندكش غير شيكابالا وما عندكش غير حسين وتستغلهم توظفهم فين يا حازم؟ الموضوع مش سهل. ضعفر ان هو كان ينزل يتخضم جمهور الزمالك، بقى من احسن الفراوده اللي موجوده في مصر، هداف النادي على طول. فكل الكلام ده عايز اقول للاستاذ ممدوح، هل هذا ما يكفيش ان ده مدرب مصري؟ وعلى فكره الحته اللي انا بقى اللي ابراهيم اتكلم فيها، والله يا حازم اللي مخلينا ان للاسف ان لفظ زي مثلا يطلع حد في مجلس الاداره ولا الاستاذ ممدوح يقول ايه، لا مش وقتهم، لا مش هنجيبهم ده. احنا عيب ان يتقال على حسام ابراهيم كده والجهاز المحترم بتاعنا طارق سليمان وكابتن عماد المندوه ووليد بدر والمجموعه دي، عيب ان يتقال على الناس دي مكاننا زي ما ابراهيم قال في مكاننا الثاني. هو مش قصده، هو بيسأله. انا عايز اقول يعني مش اللي خلانا ساكتين ايه يا حازم؟ عارف ايه؟ جمهور الزمالك اللي مخليني قافل بقي. ليه؟ لما انا اي حد عنده كرامه لما تلاقي حد يقول لك لا انا مش وقتهم، لا مش هنجيبهم، لا اصل فلان بنقارنه بين فلان وفلان وفلان.
تقارن بعد كل الشغل اللي معاه. معاه. عارف انا لو اي اداره في العالم، عارف لو انا مش عامل حساب جمهور الزمالك في العالم يا كابتن معلش هقدر اقول لهم انا طول ما الناس دي موجوده مش هطلع معاها. يعني بس عشان برضه تتكتب برضه ما تتخيلش. طيب انا بتكلم في حاجه برضه يا كابتن، خليني يعني اي اداره لما تبقى مثلا مسؤول في اداره بيبقى عندك اختيارات، مش حاجه عيب في حق حد، بيبقى مثلا ما بين مورينيو وما بين مش عارف مين وما بين مين، دي مش لا تقال من قدرات حد يعني. لا ما يقولش لا اصل مش وقتهم، لا دي حاجه ثانيه. لا اصل لكن بقول لحضرتك اختيارات من حاجه تبقى مقارنه بين ده وده وده تبقى دي وانا من حقي حازم. ايوه طبعا من حقك انا اقول او ما انا عن نفسي انا مش عايز اشتغل في نادي الزمالك في ظل حد معين حازم موجود في الظروف دي وفي الامكانيات دي والكلام ده. خليني بس عندي تقريبا عايز اطلع بيها اقول لك في حاجه بس. اخر حاجه اللي حصلت على الدوري ان 16 لعيب مضوا شكوى ضد نادي الزمالك. دي نفس ده امتى؟ مع الفتره اللي فاتت. ما انت بقول لك البطوله ايه مشاكلها. ان اللعيبه بماضي 16 واحد قدم شكوى في مين؟ مش في حسام ابراهيم، في نادي الزمالك اللي احنا بندافع عنه. عملتوا ايه بقى؟ عملنا ايه؟ زي ما اللي بيحصل العكس دلوقتي. انا اللعيب اللي عندي يشتكي نادي الزمالك ما بيشتكيش حسام، هو ما عنديش مشكله معايا، علاقتنا كويسه، لكن انا ما اقبلش ان حد يلعب في النادي، ان يلعب في النادي ويشتكي النادي وارجع انا كرئيس نادي او اعضاء مجلس اداره او مدرب ان انا اقول له العب. لا من حق اللعيب يطالب بفلوس، لكن ما اروحش اشتكي وافك الفرقه واروح ان انا اعمل مشاكل. ده اللي حصل. 16 لعيب، في لعيبه منهم ما لعبوش وحذرتهم، قلت لهم اللي فيه شكوى هتحصل مش هيبقى ليها مكان، مش هيبقى ملوش مكان. تمام. فعشان كده انا كنت بحافظ على ايه؟ اخلي لازم اللاعب يحترم نادي الزمالك بجمهوره، ما يروحش. مش سهل ان يروح يشتكي. ما لعيبه النادي الاهلي في اوقات كتيره ما بياخدوش الفلوس، لكن هم محترمين النادي وكيانه ومحترمين الجهاز. هي دي الفرق يا حازم. انت بتخسر بطولات ليه؟ بتخسر بطوله ان في بعض اللعيبه قال لك احنا ما بنستحملش ان احنا مش متواجدين ان احنا ننافس على بطوله بقى لنا فتره. اللعيبه دي معروفه. وفي فتح الله على فكره طلع قال حاجه في برنامج او هيطلع في قال لك في اخبار من ضمن برضو الاسباب نادي الزمالك، لعيبه الزمالك اتعودت على حاجه، بتطلع اخبار، بعض اللعيبه بتطلع اخبار الفريق. الكلام ده مش مني، ده تصريح من فتح الله. طب خلينا بمناسبه فتح الله، خلينا عشان كان في